السلام عليكم واهلا بيكم في مطبخ مصرية. تعالوا مع بعض نعمله النهارده اختراع اللقة بتاع بلبن اللي مكسر الدنيا. هو ولا مكسر الدنيا ولا اي حاجة، هي حاجة يعني بيقول لك اختراع، هو مش اختراع ولا حاجة. معايا باستري، كل كوباية باستري عليها كوباية لبن ساقع. انتي تحكمي في السمك، عايزاه زيادة عايزاه تقيل عايزاه خفيف مش مشكلة. وهو عليه السكر وعليه كل حاجة، تضربي ده مع ده وخلاص خلص. نحطه في كيس حلواني بقى ونعمل كده. هو طبعا بلبن بيحطها في العلب بتاعته. احنا بقى عشان البيت احنا هنتصرف في الصينية كده اي حاجة، المهم الطعم. وهي مش حاجة، مش هتسوي حاجة خالص ولا حاجة. اهو كده كده خلصتي. كده. نحط كمان حبة في الحتت الفاضية كده وندلعه. خلاص. ده ملفيه، جايباه منين؟ انا شخصيا جايباه من معمل بتاع كنافة وقطايف بيعمل ملفيه. في باكت ب 30 جنيه وباكت ب 60. هاتي اللي انت عايزاه. وبعدين انا حطيته في الفرن، كان منجي، حطيته في الفرن ي... يعني يقرمش. اهو كده. اصلا هي فكره جاتوه الملفيه بس هم عاملينها فعلا. وبيعمل بقى باطعم مختلفه، ممكن مانجا ممكن فراوله. هو الثابت بتاعه الملفيه. اهو. شفت واحده مره بتقول احنا بناكله فته. والله كان عايز يقرمش كمان حبه بس انا مستعجله. اهو كده. احط بقى فراوله. زي ما بقول لك، عايزه تحطي فراوله ماشي، عايزه تحطي مانجا ماشي، الفاكهه اللي انت عايزاها. هي حاجه كده جاتوه ملفيه او ام علي. لا هي مش زي ام علي. احط تاني. انا عملت كده 3 طبقات، طبق بس طبقه باستري، طبق ملفيه، طبقه فراوله. هعمل كمان طبقه وممكن تكتفي بهذا القدر. طبعا زي ما بقول ممكن بقى ايه التوبنج تبقى صوصات اللي هي مشهور بيها بلبن. معظم الناس يقول لك لا تقيله، الصوصات تقيله. اخد الحبه دول اللي في البوله. يلا. خلاص اكمل بقى هنا. ولا حاجه، هي حاجه كده بس يعني. اللي عامله الرجه ديت بتاعت ياسمين ايه، ياسمين عز باين ولا ياسمين ايه، هبل بتهبل. فبلبن بياخد اي حاجه ترند ويطلعها عنده. الله بص دي مقرمشه قوي. انا كده خلصت. ترشي بقى سكر بودر بس انا مش هرش سكر بودر. تحطي صوص بيستاشيو او نوتيلا بيضه او نوتيلا اي حاجه انت عايزاها كده، او ترشي سكر. انا مش هرش سكر بس هعمل كده. هي جميله اهي. خلاص عملنا هي اللقه بكل مكوناتها، ولا خدت 5 دقايق اصلا. كنت معاكم اماني من مطبخ مصريه. ما تنسيش طبعا لايك وشير وتفعيل وسبسكرايب وتفعيل الجرس يوصلك مني كل جديد. بحبكم كلكم. باي باي.